أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، ويا سليمان بايمرة عليه السلام داود ينير شول قل تنيني شول استدراك داود كلني شول تيحا سليمان بايمر كل نسين غلر إدو حدوش دروا إتمت تيحا داود بايمر غلط بالواتر توشين خز دول همان ثاني ينير شول قل يرئزال تنا انت هذا الموضوع جميقية بلاغة قد شوي. استدراك سليمان على حكم أبيه في قضية المرأتين. أما النموذج الثاني حلغ النموذج حلغ الرأي حل دي ترويتون إموخلة إن شولغ حل موخلة هون يالشا نموذج أبرزيت يقوي. فقد أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل إلشنويت نوانيزة. وفيه يستدرك سليمان أيضا على أبيه عليه السلام عليه الصلاة والسلام. سليمان بايمرا شيدا داود سه ينيول شول قيلة ينيسير خل نيسين خلر. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بخاري مسلم حديث دوار ديل الجنوه اللير بوحكو كانت امرأتان معهما ابناهما تاشيزو دير تيرتاني تيرشني شيء كانتور. فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما بورزي أنا إذ بورز برزو اتحنزو بيرا دعد يا حربوسو ديرك تويس. فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك أوق وبوتو حقا تورون توداح حقا تورون بوتو شينا قواترهم. وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك ووق وبوها عين قوريز يكانت ويسن ولوشو كانت قويس نتيرشم عين قوي سين قوي. فتحاكم إلى داود عليه السلام ذاك داود بيمرت بغناش فقضى به للكبرى هرأت يقه يلشن وألا قل نقطه. فخرجنا على سليمان من داود عليه السلام فأخبرتاه بذلك. سليمان بيمر بغنا سليمان بيمري ألقى داود زين قال فقال سليمان بوغا ائتوني بالسكين أشقه بينهما أرس داشين شائزة يعرف شين تعت صداعا ألق سليمان بيمر. فقالت الصغرى جمشو بوطو لا تفعل يرحمك الله ده حقيقة بيك ما دي الله عني باخ هو ابنها تنوعون باخ جمشو وقشو نوعون باخ. فقضى به للصغرى داخ سليمان بيمر ساها جمشو نوعون إذا لا جمشو نولقس هند والله قدوت ونس. قال أبو هريرة والله ما سمعت بالسكين إلا يومئذ أو يومئذ سكين أو شيء دي نعبي غز ما دهتشمو هنت تجا حديث يعدوج دقة مدية دربو مدية دو أرس سكين دو أرس دلع مدية إذا دعدو يلش دو الأرس دو سكين جم دو قو أرس دو. وما قلنا في حكم داود عليه السلام لصاحب الزرع بمصادره الغنم نقول هنا في حكمه بالولد للكبرى. دو جح داود بايمر سكالين يود سليمان بايمر استدراكين تقدر إذا تجح ألق وديت سنة إذا تجح ألق هقح باخ كوي باخ. فقد حكم به للكبرى إذ يقشن يوند ألا إذ إبيرة إذ يقشن دو ألا داود بايمر زين يولشو القرة قال لوجود قرائن عنده شين حقوش دولش يقول لك ثاني بوتويس. كأن تكون المرأة الكبرى أمضى لسانا وأفصح بيانا يقع يلشو ذا موت ملا دكلي بيش خلصو شيء حال ديوت جناح ملا جوزا بيت نسو إذا شيء وق داود بيمرتعو جناحا شيء غلدو وردولش كيبرا إز غلدو خائت لدو شيء غلدو غيت خائت خيئة. فقدمت حجتها بطريقة مقنعة سأبديت لنا أوكسنا إقناع يا شيء استرنا أبي سنتيناتو
وكأن الصغرى ضعيفة في تقديم الحجة. أما وكان إيش تجوز موت سخل إدعدات تعال خوش سخل شنو. ولا يضير داود عليه السلام إذا حكم بالظاهر. شين حقوش دول شين حخش دول هم إنسان داود زين يقول شو قال لنا داود تعب يقبل شو مدى تسكابه ووفق ما أداه إليه اجتهاده. شيء اجتهاد شيء حق شيء حقوش دول هم إنسان سوين يقول شو قال له. ولقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا ديل الجنوة وين إشاري نقصمن. فقد روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه وإنما أقطع له به قطعة من النار. بخ مسلم سدوتة أم سلمة زيتنا ألا ديل صلى الله عليه وسلم بوخ إنكم تختصمون إليه شو شيء كاليحش شيء دي لاش نحسون تدو باحثوا ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض شو اختع وقلاشي حجة ذك ذات الاستواء شيغر يلا شو الله موت جوز بولش ديك أولش خلطر لبوخ فأقضي له على نحو مما أسمع شا شجر خزدلش دلهم إنسان شا خلي يدوشون باخ شاشون يشلش الكل أشدوش دلش دلهم عجن بغرياتشون فمن قطعت له من حق أخيه شيئا نجح سن شاء تع شي بوصل بشي حق تقودوا ينيرش الكل نجح سن حادوش يسحدوا آلحة شي بشي حق دي أجمعوليز شا يحق بشي حق تنخاد دحة فلا يأخذ حما يتيوتو إبوه بس أستون يعني عم قبل ما يلتو بو إذا قاعد سنة شانيس واتي غاح فإنما أقطع له به قطعة من شاتنا جوشت الكوساك يونت جوشت الطوق بونت بو خادوش بيك باحتو أي جوشت وبحن دبو دقز. وفي رواية ثانية للإمام مسلم أن أم سلمة رضي الله عنها إذ مسلم يشاور روايتها أم سلمة زدوتة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلب بخصم بباب حجرته جلب غو خزر باشي نعر حلقات دودحش بيحكن غو خزر بايمن باشي نعر حلقة فخرج إليهم أرى ويلتوب فقال إنما أنا بشر به أدم دوشن به وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض شين خصمة تدودح تعواشين بوتو شختعة وقلا متن جوزة ولش دعالر خوش خلطر فأحسب أنه صادق شائب بقو متنبو فأقضي له شاتن تنغادو تنكال يتنبو فيو بوليزو بوغدو إذا فمن قضيت له بحق مسلم أي بصل تجي حق ثاني شاتن كاللحة فإنما هي قطعة من النار جوش شرط هذا إذا فليحملها أو يظهرها تاكو عيلتو إذ جوش تردو يخوش يعدو تيلتو إذ بوغدو. يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه بشر همت عديل إلى جنوشة أدم دباغ لا يعلم الغيب قيل دقت سخاء أشين باغ إلا إذا علمه الله ذلك دالشين خائت نقبي. فإذا ما تحاكم إليه خصمان شيء دودح شين تبئة كاليئل فقد يكون أحدهما أبلغ وأفصح حجة من الآخر تعوق الله أولش دي جوز أولش خلطر الله ويكون كلامه مقنعا للقاضي لدوش ورشول قيدنا تنقم يلا وبيجدون ثلاث دوغ خلطر الله فيحسب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صادق في دعواه أقديل الجنش بوش دلهم تعبأ ومعتنا فيحكم له وفق ما سمعه منه تنقر خزدلش دلهم تاني توكلنا. وقد يكون هذا البليغ كاذبا متن جوز ورجل خرج يشغلها متر لباطه ويكون الحق لصاحبه بقوى وقن قخلات الله فلا يعتمد على حكم رسول الله فإن حكمه له على أساس الظاهر.
بايمر سين يولشول كالشين حقوش دولش دولمان ثانيو، وهذا الحكم لا يغير الحقيقة. توين يولشول كال بعض كروج مدات نسام دير وكان آخر طرلوش دوز. فالحق أن الحكم لصاحبه، فإن أخذه هو فقد اعتدى عليه وظلمه. إشي دو تيخ وسوء حق حي تحتك وق ودينك ظلم دو وجدوزا ديع بالله، وبذلك يكون عرضة للعذاب في النار. تكت وشي ديغة جوشة عازب خضر يتوحش دوتو بو اتسمتح. ولا يضير الرسول صلى الله عليه وسلم حكمه بالظاهر. ديل إلشنوا شاك حقوش دلومان زيني ولا شو خيلنا ديل إلشني بيقبل شوم داتيزا، ولا يلام عليه تنقال ما داتوي، ولا يخطئ أو لا يخطئ في ذلك الحكم. إيه حكم دريع إكل غلط سوى الله إز. ومن هذا الباب إتنخدوع إيش تحوم بوتو داود بايمار دينجي. داود بايمار زيني ولا شو قال شين قوش دول شين خيش دول من ثاني ينيو يريع يقلب الواتز إشاء بق ووقن قاخلح. وهذا ومن هذا الباب حكم داود عليه السلام بالولد للكبرى بيرأد يقشن دؤالتو يني ولا شو قال يتوي، مع أنه في الحقيقة للصغرى جمشن مغليز لا يعتبر مخطئا في حكمه إذا ودش يكلل غالت ولا واتزة، لأنه حكم بما أداه إليه اجتهاده. توشيين يرشو اجتهاد ثاني قهي قرثاني يرشو الله قالويز. كيف عرف سليمان أنه ابن الصغرى؟ جمشن وي كانت موخي أتا سليمان إلشا. أما سليمان عليه السلام فقد زاده الله قطعة أو فتنة وحكمة وفهما وإدراكا. فتنة حيقل أو إير حيقل، وحكمة جوزل فهم كيتم إدراك من تقير. ولذلك لم يحكم بالظاهر شين حقوش تلهم ثاني تينت وكال تحمدوك تقع لا، ولم يؤخذ ببلاغة وفصاحة الكبرى يقتن مت جوز برا ألا تتجنات عينيزة، وإنما أراد امتحان المرأتين. إشي يزيل شائل تا إكزامن خطو دوشين شاتيرشين تاك بيلقل دير دوشين إز. فسلك وسيلة مثيرة عجيبة. تا إنزل يتامشن ميتد ينتو اتمتع تنقنع قيتنتو. طلب سكينا أرسل أخكته أو مدية إذا أرسلوا، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة حديث يا معذر. وصرح على مسمع من المرأتين أنه يريد أن يشق الطفل بينهما. اتشن يزوج ناخش بوتو هربيرة شندي يضيع ورشا، أي أن يذبحه ويعطي كل واحدة شطرا منه هورنا تحت أحد يرش، وهو ليس قاصدا تنفيذ ذلك. إذا نية لا ذات سويس، إنما قصد الامتحان ليكتشف الأمة عن المدعية. لا زوش يتو إيش يزود يبقى لا يلش الأمة شانان يايو شانان يبوخ شن قصد يرحم. فوافقت الكبرى على شك الطفل بينهما. ما قدرت أقول لك يقجوا ما أبوخ شن ريز دوت قال، لأنه ليس مواتئ، لأنه ليس ابنها، وتريد أن تشاركها صغرى حسرة الحرمان من الطفل. شاسن إبيردو تشيس لأتون جمنك شايس ناحا شي بير بيرز وضعيها هون خلت لأكتون يخلج سنقتم شي تاني ذا على تلأكتون جيمشو، لكن الصغرى رفضت ذلك ذا جيمشو بو ما يمدي لابو وتنازلت عنه شي واتس باتو. وقالت بلهفة الأم بواتو لهفة اثنين يلش تريوغ يقزا شي بيرن. لا تفعل يا نبي الله. هاي ديل الجا ديل بيامر مدى عراعز هو ابن الكبرى إذ يقتن وهون إزال. فهي تريد أن يعيش ابنها شي بير داخل أتن شي قعداتها دين ديس لا أكتن، ولو لم يكن عندها، ولو كان عند الكبرى ويقتن قاعد له. المهم ألا يذبح وأن يبقى حيا يورس عقش دين يسلأتن. عند ذلك عرف سليمان الأمة الحقيقية بقى لا يلشلنان تأكي زرق سليماننا، فحكم به للصغرى هرحدون البيت إلى جمش عند ذرته إذا، واستدرك في ذلك على حكم وقضاء أبيه شداس يلشل قيلا تين يتوئس. وينطبق على هذا الحديث قول الله ثناء على سليمان
حديث تدو أحشى ذا سليمان بيمر حق ألق قوش دول وين ففهمناها سليمان أي سليمان كيتا بذرق وعثمان خيال حيث زاده فهما وحكمة وعلما وفقها زال كيت محي حكمة تاحي علما قاحي سوي كنيري وجديل عليه السلام داود والخصمان والمئة نعجة والتوبة هنس هاد ديتر جمال ديخو ديتر مدوار دلاحة إن شاء الله داخت ديشة شكلها قوسوي إذا داود بيامرنا حق ديتر حق إسرائيليات دقيا فإسرائيليات تفسير جينش كاكريو إنش إسرائيليات دو إنجيل التوراة دي خير درش ديتر حدا أنا ما هب ودب تاع بيغمر دوغش دوغش دولهمش دوغ تحديثا دلع إيش نيس داتر بيلقل دوغ قوش لكن نيس دق بيلقل دوغ قوش تندير كير دوين هرديش عرفنا أن داود عليه السلام تميز بالحكم والقضاء وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب وإن ما خأر داود بيمر عليه السلام كليشي الله دالا كوزلي الله ناهن وكاليا عامن خلرتنا وقد أشار القرآن إلى حكمين أو حكمين صدرا معناه وين تعديتا درش دوت وشيء يرشل قال ييتن وين الحكم الأول الذي أشارت له آيات سورة الأنبياء أنبياء سورة شوح بخصوص الغنم التي نفشت في الزرع دو بيش هذا يستغي بيش يغن غير ويديت سنة والذي استدرك فيه سليمان عليه وقد تحدثنا عنه في المبحث السابق سليمان بيمر استدراك يشتن تيقي واشي حكم ما يو إذن على حديث نوي بوتو قصة الخصمين في سورة صاد إن سورة صاد جحا الحكم الثاني شو حكمه تحدث عنه يا سورة صاد وقد أشارت إلى قصة عجيبة مثيرة مشكلة والبحث فيها خطير هر قصة إنزل تامش قصتي وهر بعثه جمل إشكال يلوش بروبليم يلوش هو كان يشلوش البحث جم كيرمي بحثي وين بحث كيرمي هندو نيس بوت كيت مشا بحق عدين بيرجم بولدير وسننظر فيها ويحوصر دوتنجا ونحاول تحليلها وفهمها إما الله وإن دستنا كيتا حوصر دوية مستعينين بالله الله دالته بالبنا ديلي والله شبوته وقد وحى الآية جديدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة صاد الآية جديدة وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إلى آخر الآيات دي يخدوش وهل أتاك بوش الخطاب من بيهمر يو نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب محراب ولا مزدي شو يقول تعود يتوين وش هذا الدقيقة عدو سدو إن شاء الله هون محراب هون محراب لا شيء تسحول تعول شون شيء بيلقى له كنيس إذ محراب كيف محراب يلتش أو كيف تعول نعري ولا تبوش تعول أب ولا تكش وعابسن شو لا شيء أدم أخ داود ورشو داود كيرالو شتارشنخ ما كيرا أول شتار تو قوسا بوحش ديه كندو توني أحا ظلم تديش كالي عار أحا نيش نوتي نيس دهار أحطو ألا داود بيمر دبيك نايش اشتاق عدو آيات في عرض القرآن لقصة داود عليه السلام بوص من الخصمين مبهمات هر قصة وين حياة لريحات بيلقلت مبهمات وين بيلقلت دوش بجتالنا تسيد سنر ستأخذ حاخن عدد تنيوكار وين تتسكو إشدكوهم دوقا لم يبينها ولم ترد حديث صحيحة مرفوعة للرسول تضيف جديدا على عرض القرآن للقصة هر قصة تيجي وين بيما لقد حديث ذات وين بو أو تبين بعض مبهمات تجاه وين بيلقل دوش هم يلا وين بيلقل دوش بيما لقد حديث ذات وين دين طلع إسرائيليات شو حقايا أشوا وقابل ياشيات وقد ذكرت الإسرائيليات المكذوبة وروايات العهد القديم الباطل قصة زائفة عن سبب قدوم الخصمين لداود عليه السلام
إشيني وأحكي لي الوئن ولا شغل إشي واربحن دوج إسرائيليات شيك نوين خرطس بقيوت شل وفيها اتهامات لداود بالنساء والنظر إليهن والافتتان بهن إسرائيليات كاحا داود زدرخ جو يغلو شور الله بيخك بوكشتن زدري دوك بيه شور إزال وتزوج إحداهن بعدما أعجب بجمالها وهي تغتسل عارية اللوتشين حقاقنا يخزي تاعت ويالا ينير وعمل على قتل زوجها تنوش مير ويبين في إحدى المعارك تتمي وغيتن ويبين فنزل ملكان في صورة خصمين يعاتبه بشأنها ذاك ملك شي ملك دو السنة تن بيحك بيك كان شي ناحا شادين دوخكو ولا يغض سجودي وغنير إذا الله إزدئنا وين دلح إذا خرط دو بقدات بيمر تدوغ شو مش داتش بعضك هو شاين تاوين بيلقل دوخ كردو إن شاء الله هل انتي مير تيمي وغيتن إالتشا إدو يوروبيا بولش بول كرليش بات سارخ تعمدين دوئس ميلو تغاسون إذا تعم تنميرك تيمي وغيتنا تنزو ديال الناس كرسنا ياخد دينهم دو إذا وتسارقر ديال تعمبر يسندلوش دولهم أما بيمر ولش والله بوصل بتيجي قردية ذاتس وقد أعجب ببعض المفسرين بهذه التفاصيل الإسرائيلية المكذوبة فسجلوا في تفاسير تحبوا تفسير يازن بولش بعلم ناخ هرسندلوش دولهم شيء تفسير كعتارا يازن وين باول ونسوا أنهم يتحدثون عن نبي رسول كريم شاشويتك بيمر ويديتسدل الله ذا لرين بيمر ويديتسدل أما المفسرون والمؤرخون المنهجيون أي شيء منهج يعني يستعبي مفسرون فقد رفضوا تلك الإسرائيليات سندلس إسرائيل قبل سينة ثم تهيبوا الخوض في أحداث القصة قصة يشتغلي بوشيء رمش داغات لإتسانا واكتفوا بذكر المعنى الإجمالي الآيات آيات شنا إجمالا وبشم ما تفسير لنعدي تنسار سارة هو ابن كثير بوطوة حيث قال في قصص الأنبياء بيمر شديد سجدو جينش كعبوتو الذي هو جزء من تاريخه البداية والنهاية البداية والنهاية بوش تاريخ استوري جين لك ابن كثير ستير تداعدو قصص الأنبياء وقد ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف ها هنا قصصا وأخبارا أكثرها إسرائيليات ابن كثير حق آيات حق مفسرون دي تش دالنا وين دق ديش سارة إسرائيليات شخدو ومنها ما هو مكذوب لا محالة سارة خيت داود بيمر تقلا يولشول قارتو يؤذى تركنا إرادها في كتابنا قصدا ويجينا حوا إذا يالا يريات اكتفاء واقتصارنا على مجرد تلاوة القصة من القرآن الكريم القرآن يعني يرحى يالا عدو تريوه إلا ابن كثير مثلا كيش علم ثقي الله شيء تفسير يعني وخاضت بعض التفاسير مع الإسرائيليات بو تبو المفسرون شيء تفسير كان الإسرائيليات عيالنا وين حول هذه الفتنة خوضا كبيرا وترشبه الله يسنت فتن تنزهه عنه طبيعة النبوة ولا يتفق إطلاقا مع حقيقتها أي داود بيمرتم وبشي دوش دولهمش دالي نتسارة حتى روايات التي حاولت تخفيف تلك الأساطير سارت معها شوطا خرت دوك هرم بقه لا مخلي لا مدات سأل يجي مديدة غير تشبشي قلت لك جينا بيقول لك ديدر نيستلوش دوك مش ديت نتسار بو بيمرت دوش دولا وهي لا تصلح للنظر من الأساس دي حاجة كيوينا ديكيوش ولا تتفق مع قول الله دالا داود بيمر حقع ألدولش دول دش دوش دول خدواش دويز وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وإن له داود وقزعويش ويجا زلفى قربيو جارج وهردو يلا جارج ومكان عالية دالتون لقر يليولش المتج يقز دال جرجع لقر متج يلوش دال جرجر لي وإذا أحكا الله ديلي ورش توب ديش ديكت لي وشي إز الله حستن وإذا
تاك إيش دولش ول داود ثاني دو قاعد دولش دول هم دوش دات صنبوت. الخصمان يتساوران محراب داود. انت داود بايمر ورد شو ولا شو شيء خصم بيوتسقوا ونبين شيء خصم داود عشو انا قلت شيء ناس هم دي اللي ملك هلدو دا لا زوش سليمان با اجي داود بايمر زوش دا ايتن شيء ملك الله شيء ادمي سورته دا ناخل لا شيء زير موخل اكو دوتوانس. ونبين فيما يلي معنى الآيات التي عرضت القصة. وهل أتاك أتش وما الله هل أتاك بوشلك كايكا ما بيغمر يقبو أي حون خزي حوك هل بوشلك خاتم ذات يش تعربي متى هل بوشلك خاتم دو ضلع قوزة عايزة تحقيقا دو أي قد أتاك حوك دا مدئنا حون غاء مغاء بوك دوئس ليش أغداش أورش دوئزة. فالله أخبره بقصة الخصمين مع داود عليه السلام وبذلك أتاه خبرها. وهذا الخطاب ليس خاصا بالنبي كتعامى خاديز وين بوصو إذا قاسنا بيمر يقداتس يمسو مؤمن تجي يلشو القيقان بو إذا تين قيقان بو ألشا يتكسة أويليت ويك قتنو دورش دول معنى الشنا ويحاية تتنو يلشو الأروك ويجي ترحم. نبأ الخصم نبأ خبر دو نبأ خبر إنه يلشو الباش خلا نبأ كويرت دورش دول خبر أول يكل خيش دول أو خبر نبأ أولا كويرت دول شوخ نبأ أولا. أما خبر تدوحش دول كويرت دول أحدا تحت خبر أولا تنخز دول خز تحت خبر أولا. خبر الرجلين المختصمين والمراد به الملكان اللذان أتيا داود عليه السلام في سورة رجلين متخاصمين مختلفين زي علوش دي وما قال رشيء ملك دو إذا أدمي سورة عدين آية نبأ الخصم قال خصم مفرد في دين السنة مشيستو دارنا تو إذا مصدر دو إز مصدر نأي دوستوني دين السنة مونشتن دوستوني تورش دا مدين السنة اللي يلدو إبا. والمصدر لا يثنى ولا يجمع ويخبر به عن المفرد والمثنى والجمع يجدق بلاح شيء ولا تع ولا حق مصدر في دين السنة مشيست اللي يلقى إسبوعته. إذ تسوروا المحراب كانت بداية حادثة الخصمين مع داود أنهما تسوروا عليه المحراب. تسوروا بوشدق خدوا بوش تعلقوا بسور دو كيرت اختصوا لردك كيرت حلابة الله جندي حابة لون وقع وعوصر دقس تسوروا بوش. أما محراب وما قال لها لا مزديش لا حق شويخ أولش دو إز دلحتنا محراب قال ربحن دو تشتت علمنا علهم دو حقه راغب سبوع مثلا. وللإمام الراغب توجيه لطيف بوصف وتسمية مكان الصلاة محرابا لا مزديش المتر محراب هذا هند يلدو يزبوه لأنه مشتق من الحرب حرب بوشر دي حرب تؤمبر مدي. وقد ربط الراغب بين الحرب والمحراب تؤمبش بالحرب بوشنا محراب حيو متق حجق بوخ راغب ديوش ولا شوال. ومحراب المسجد ميجدك شايرش المحراب وقيل أهلتنا سمي بذلك تنا محراب أهل لأنه موضع محاربة الشيطان والهوى أحيدير لأمتي شيطان سانتوان باش والدير هاي التي لا مزدح يتعمي عندنا. وقيل سمي بذلك لكون حق الإنسان فيه أن يكون حريبا متخلصا من أشغال الدنيا اتمتح أدم الدنيا نخمصها ما دعك أستنا دالت إيولزنا يوال ديرا أدمي اشتحق حول اشتحال غير ديز ديرا ألا معنا ديك نتنا. وقيل الأصل فيه أن محراب البيت الصدر المسجد مجلس محراب البيت تشو عيولش المحراب وير شو هو شهر حقر حلغة متجوي بيردني متجوي سنة أولي باخ صدر وحوشنا أقر الله كيرتي وحو متج. ثم اتخذت المساجد فسمي صدر المسجد به تقول عماجدك شو اشتلامز ديش متجاه محراب العدغنا وباخ. وقيل المحراب أصله في المسجد واسم خاص به صدر المسجد مجلسي إذ قاستن ماجدك شايلو شنا أولوش دو إذ محراب ألش بوينة إذا ماجدك يا حوخ وش أقول حلغة متى قاستن دير فسمي صدر البيت محرابا شح
إذ كيرت وشل متجا محراب بالر تشبيها هوك ماجدك جا حيو شل محراب اخترين ألدو إزبو إز يقال بحنا شدو جدوك ومش ديز نقوكو المهم الشملك إتس محراب بس سليمان أشي داود بامر تشوح دال عبادة ديش ورشو ديالدو إشي والحمد لله رب العالمين دال ديكنز بيكم بويلا دوان